اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السمنه البلدي. هنعملها بطريقه سهله جدا وبمكونات سهله وبسيطه، بتبقى طعمها وريحتها تحفه. هنعملها من القشطه اللي بتبقى وش اللبن، اللي هو اللبن البلدي بتاعنا. لما بنغليه وبنسيبه يهدى شويه وبعدين نحطه في التلاجة، تاني يوم بيبقى عامل قشطه كده. بنشيلها وبنجمعها في علبه او في كيس او في اي حاجه لحد ما تتكون معانا كميه كبيره. ببتدي اعمل منها السمنه اللي انتوا شايفينها، بتبقى بالشكل ده. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا اشعار بأي فيديو جديد هنزله. ده كده بيكون القشطة بتاعتنا اللي هي وش اللبن، بكون مجمعاها في علب بالشكل ده. طبعا لازم تكون كمية كبيرة، وهي لسه متجمدة ببتدي انزلها في الحلة بالشكل ده. برضه اقول لكم تاني القشطة ديت بحوشها ازاي. بنجيب اللبن البلدي بتاعنا، بنغليه ونسيبه يهدى شوية وبعدين ندخله التلاجة. تاني يوم بنلاقيه عمل طبقة قشطة كده. دي ببتدي اخدها، بس طبعا بشيلها من اللبن وابتدي اشيلها في علب بالشكل دوت لحد ما تتجمع معايا كمية كبيرة. ببتدي بقى اسيحها بحيث ان انا اعمل منها السمنة البلدي. بجد جربوها، هتلاقوا طعمها وريحتها هتفرق معاكم جدا، بتبقى حلوة قوي بصراحة. هنحطها في الحلة بالشكل دوت. ما تقلقوش، ما تحس... انتوا تحسوا ان هي كتير على الحلة، بس هي بمجرد ما نحطها على النار هتبتدي تسيح وتفك، فهتبتدي تنزل في الحلة. هبتدي بقى اولع النار، احطها على النار. اهم حاجه ان احنا نحطها على نار هاديه جدا. اهي بصوا، ما بتاخدش وقت خالص، ان هي بمجرد ما تشم النار بتبتدي تفك. هنحط عليها معلقه كبيره من الملح. انا حطيت معلقه ونص طبعا على حسب الكميه. الملح دوت بيظبطها، وكمان بيساعد ان هي تتحفظ، بيبقى كانه ماده حفظ ليها، وكمان عشان السمنه بتاعتنا يبقى طعمها حلو. هبتدي بقى احطها على نار هاديه، هبتدي اسيبها بقى تفك مع نفسها براحتها. هي بتاخد مدة كبيرة قوي، يعني عشان احنا بنبقى مهديين النار عليها عشان ما تتلسعش، فبتاخد وقت كبير معانا على النار. احنا بس كل شوية نبتدي بس نقلبها كده تقليبة. اهو ده كده بيكون شكلها ابتدت تغلي اهو بالشكل دوت. بصي هتبتدي تتجمع كده حاجات من تحت، ده لان هي بيبقى باقي فيها بواقي لبن، فبواقي اللبن بتترسب تحت. في ناس بتحبها اللي هي بتبقى اسمها مرتة، بس المرتة في اللي هي بتاعت قشطة بتاعت وش اللبن، ما بتبقاش زي بتاعت لما نسيح الزبدة. بصوا احنا كل فترة بقى هنحس ان هي خلاص ابتدت تفصل، بتبتدي تعمل نقط كده، هي ابتدت تفصل. في الوقت ده اللي هو نقلب بس تقليبة، بس اللي هو ما نحاولش ان احنا نقلب كتير فيها. اللي هي كل فترة بس كده نقلبها تقليبة بسيطة، وبعدين بتبقى كده. بصوا اللي هي خلاص ابتدت باين قوي ان هي ابتدت تفصل معانا بالشكل ده. هنقول تاني اهم حاجة ان احنا نحطها على نار هادية جدا، يعني العين الصغيرة بتاعة البوتاجاز، وكمان نوطيها اوطى حاجة. ولما تبتدي تسيح معانا نحط عليها معلقة كبيرة من الملح، ملح ابيض عادي. اهي بصوا باين جدا، شايفين ابتدت تفصل ازاي. انا بوريكم ان هي ابتدت تفصل خلاص بالشكل دوت. هنسيبها بقى لحد ما نحس ان هي خلاص الطبقة اللي فوق ابتدت تصفى معانا اكتر من كده كمان. هتبقى بالشكل ده. برضو ناخد بالنا ان هي من نكون متابعينها على طول علشان ما تتحرقش مننا. ده كده بيكون شكلها. انا كده خلاص هي خلصت وطفيت عليها النار وسبتها بس تهدى شويه. شايفين هي المنزله من تحت اللي هي الرواسب بتاعتها والسمنه لفوق. هنبتدي بقى نجيب برطمان نضيف، طبعا نكون معقمينه. نجيب برطمان بالشكل دوت. هبتدي بقى احط عليه مصفى
هبتدي بقى اصفي بجيب الكبشه وابتدي انزل حبه بحبه بالشكل دوت، بحيث ان هي الرواسب بتاعتها ما تنزلش معايا في البرطمان. شايفين بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى سمنه صافي، ريحتها تحفه. وكمان عملنا اهو سمنه بلدي من يا دوبك من وش اللبن، يعني من حاجه موجوده معانا في البيت. شايفين لونها بيبقى حلو ازاي؟ اللي هو الاصفر الفاتح. عشان كده بقول لكم تابعوها في الاخر، اللي هي خلاص لما ابتدت تفصل خالص تابعوها، لان انتوا لو سبتوها على النار اكتر هتتلسع مننا، وهتبقى لونها غامق ومش تبقى حلو. فاللي هي خلاص لما نلاقيها فصلت خالص ولونها بقى اصفر كده حلو، وابتدت اللي هي خلاص في الوقت ده ما نقلبهاش خالص، هتبقى تدينا النتيجة دي. اتمنى انكم تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم. اهم حاجة ان انتوا تحوشوا قشطة كتير، لان هي الكمية اللي انا كنت عاملاها دي كلها عملت معايا البرطمان دوت. البرطمان ده حوالي كيلو، وعملت معايا برطمان اللي هو برطمان تاني صغير، اللي هو بتاع الصلصة ده. انا بنزل بقى حبة بحبة في المصفى بحيث ان هي تتصفى كويس. شايفين لونها عامل ازاي؟ كده احنا ملينا البرطمان دوت. ولما لقيت وعملت لي حبة البرطمان التاني دوت، اللي هو برطمان صغير بتاع الصلصة. وديت اهي اللي بتبقى المترصبة من تحت، اللي هي بتبقى مرتة. في ناس بتحب تاكلها، بس انا بفضل اللي هي اللي بتبقى معمولة بالزبدة. المرتة بتاعتها بتكون احسن. اللي بتبقى طالعة من القشطة بتاعت وش اللبن مش بتبقى احسن حاجة. بسيب بقى بقفل البرطمان وبسيبه، ببيته بقى بره. ده بيكون شكله خلاص تاني يوم. بصوا ليه خلاص بقى ابتدى لونها يبقى فاتح كده بالشكل دوت. طبعا ممكن نحفظها في التلاجة او ممكن نسيبها في الرف بتاع المطبخ، مش هيجرى لها حاجة، لان احنا حاطين فيها معلقة ملح كبيرة. بس اللي خايف ان هي يجرى لها حاجة يحطها في التلاجة افضل، لو مش هنستخدمها يعني على طول. شايفين لونها ده كده؟ بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا اشعار بأي فيديو جديد هنزله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.